تخيل امبوتياج بالموتورات، وفي وسط الفوضى متاع الموتورات تلقى نظام. نعم، مرحبا بيك في الفيتنام، بلاد 77 مليون موتور، وبالتحديد في عاصمتها هانوي وين أنا موجودة تو، بين 6 ملايين و500 ألف موتور. عسلامة، أنا إيمان تونسية ونعيش في الفيتنام. هذه الفيتنام على الخريطة، ناتجها الداخلي الخام 476 مليار دولار، والصناعة بصفة عامة تمثل 36% من الناتج هذايا. وفي وسط الصناعات هذه نلقاو صناعة الموتورات اللي سوق متاعهم وصل 14.78 مليار دولار عام 24. أما كيفاش يعيشوا الفيتناميين في وسط الموتورات هذه الكل إيمان؟ موتورات في كل شيرة الحقيقة، في الكياس، في الأنهجة الضيقة، وحتى على المادة نجم تلقى عليه كل شيء زادة: دجاجي قاقي، فوتوي، فريجيدير، عائلة كاملة من البول للأم للصغار. أول ما جيت كنت نحير حتى باش نقص الكياس، أما بحكم عندي أكثر من عام هوني أنا بيدي وليت نجم نسوق الموتور ونفهم المعاملات في الأولوية. حتى التزمير عنده معنى مختلف هوني، وما هوش بالضرورة غش ولا تنبيه. على قد ما هو يعلم فيك باش يقولك راني بجنبك ولا راني وراك، يعني كيف تسوق هوني عامل على وزنيك تكثر حتى من عينيك. أما كيف حبيت نفهم أكثر علاش عدد الموتورات أكثر من ناس في هانوي، أولاً اكتشفت اللي وسائل النقل العمومية محدودة، وحتى كان الحكومات يطمحوا باش يعملوا سكك حديدية إلا أنه المشروع مازال ما يحضرش توا، وباش يكون كان في المدن الكبرى كما هانوي وتشيمين سيري. ثانياً الأنهجة ضيقة، دونك صعيب على الكراهب باش تتعدى، وهذا اللي خلى الشعب الفيتنامي يشري الموتورات أكثر وأكثر. هذا من الناحية العملية. من الناحية التاريخية كيف نرجعوا الأصل الحكاية نلقاو اللي بين 55 و 75، يعني في الفترة اللي الأمريكان غزاو الفيتنام، الكراهب والمازوت غلاو برشا، والموتورات الصينية والسوفيتية كانوا مقدور عليهم. وبما أنه الفيتنام دولة شيوعية كما الصين واليو اس اس ار، فإنها بدأت تستورد بكميات كبيرة في الموتورات هذم، وخاصة بعد ما دخلت الهوندا من اليابان اللي كانوا أرخص برشا. وبالوقت الموتورات دخلوا في الثقافة الفيتنامية، ديزاين وفاشن يتطور من عام لعام.